بعد خلاص ما بقاليش شغل تاني مع الراجل اللي هو بتاع العقارات اللي كنت بشتغل معاه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. لقيت شغلانه جديده، الشغلانه اللي لقيتها الجديده حسيت ان بقى ربنا ايه بدأ يقول لي خد بقى انت تعبت شويه فهريحك وهديك شغل حلو. ايوه نعم، هو كان تعب بس كانت فلوسه احسن وكان دايم الحمد لله. بس المصائب لا تأتي فراتا. المهم هقول لكم انا كنت بشتغل ايه، وبعد كده برضه هقول لكم في نفس الفيديو ايه اللي حصل لي. الشغله اللي اشتغلتها الجديده بعد ما سبت الراجل بتاع العقارات هي كانت ايه؟ بشتغل هاوس كيبنج، يعني كنت بنظف في الفنادق. كان في حد صاحبي عنده شركة نظافة، فكان بيحتاج حد معاه ينظف الغرف وكده. كانت شغلانة حلوة، كان بيدفع لي تقريبا في الساعة 8 يورو ساعتها، لأن ساعة الأبيض يعني الساعة في القانوني في الوقت ده كان ما بين 11 12 فاهمني. فكان بيدفع لي في الوقت ده 8 يورو وكنت مبسوط بصراحة. كان كل يوم بشتغل بعد ساعات، وكان الشغل ثابت، بتقدر تشتغل 7 أيام في الأسبوع لو أنت عاوز. المهم فضلت شغال معاه حبة حلوين لحد ما في يوم من الايام وانا شغال جه مديره جديده للفندق اللي انا كنت بشتغل فيه. فبدات المديره دي تسال الراجل صاحبي على الناس اللي بيشتغلوا عنده، وطلبت منه اوراق الناس كلهم اللي بيشتغلوا عنده. انا ما كنتش لوحدي، انا كنت معايا تقريبا 4 5 كمان، فكلهم كانوا اجانب، انا الوحيد اللي كنت مصري فيهم. حتى هو كان حاططني في مكان لوحدي، يعني الفندق كان بنايتين جنب بعض، حاطط بنايه فيها البنات مع بعض لوحدهم اللي هم الاجانب الاوروبيين، وحاططني انا في بنايه لوحدي كده ايه، عشان البنايه الباب ده كان بيتقفل من جوه، لو حصل كنترول حصل حاجه الناس لازم تخبط وانا افتح، فعبال ما يجوا لعندي بتاع لو حصل كنترول يعني اعرف اخرج او اعرف اتصرف. المهم المديره يا سيدي سالت الراجل فين اوراق الناس اللي بيشتغلوا عندك، راح مديها اوراق الاوروبيين. طيب انت المفروض بتديني اوراق بتاع 4 وانا شايفه ان عندك 5 شغيله، فعاوزه الورق بتاع احمد. طب بكره طب بعده وما قاليش. ففي يوم لقيت المديره داخله عليا، احمد عامل ايه؟ قلت لها انا زي الفل، انت عامله ايه؟ تمام. احمد ممكن وانت لما تخلص الشغل بتاعك تجيب لي الاوراق بتاعتك عشان اخليها في الريسبشن، عشان لو حصل اي حاجه لازم الفندق يبقى على علم بمين اللي داخل ومين اللي خارج ويعرفوا الناس اللي شغال. لان هنا النظام في هولندا مختلف شويه، لما تبقى انت صاحب شركه نظافه انت بتودي الناس الشغيله بتوعك الفندق هم اللي يشتغلوا، وبناخد انا باخد مرتبي من الراجل صاحب شركه النظافه، بس الراجل بياخد الفلوس بتاعته من الفندق. يعني مثلا هو بياخد منهم الساعه مثلا قول ب 20، بيبيع لنا ب 8، بيبيع لي ب 12، بيبيع ب 15 على حسب الاتفاق بينك وبين صاحب شركه النظافه. الناس اللي عايشين في هولندا عارفين انا بقول ايه. المهم قلت لها اوكي تمام ماشي، وهزيت راسه بتاع، وانا ولا في ورق ولا في نيله. بس انا دايما كنت بدي رياكشن كده اللي هو يعني رده فعل، عاوز ورقك عينيا ماشي، وانا مخلص بس عشان دلوقتي ساعه شغل هتلاقي الورق بتاعي في الهدوم في الخزانه اللي بحط فيها هدوم وحاجتي، هجيبه لك وانا خارج. المهم المره مش اتصلت عليه قلت له يا عمنا في ايه المديره جايه بتقول لي ورق ومش ورق وبتاع، ايه الدنيا ماشيه ازاي؟ قال لي بجد؟ قلت له قال لي فعلا قالت لي، بس انا ايه قلت لها بكره بعده وطنشت، بس بنت اللعيبه مش ما مسيتش فضلت مركزه. المهم من هنا لهنا قلت له طب العمل دلوقتي بعد ما كنت اشتغلت مع حوالي 3 شهور بقى، وبدات قلت خلاص بقى يعني الساعه ام 5 يورو ويوم ب 30 يورو والكلام ده خلاص انتهى. المهم قال لي لا احنا كده هنلبس اسود انا وانت، فالعمل هنوقف والمحطه اللي جايه بعد كده هنروح فين، خليكم معايا وان شاء الله اقول لكم بعد كده المحطه الجايه تروح فين. بس افتكر دايما ان ربنا لما بيقفل باب بيفتح بعده 1000 باب. دايما كنت ببقى زعلان لما حاجه بتروح مني، بس ما كنتش اعرف ان دايما ربنا بيعين لي حاجه احسن، لو ما كانتش احسن على الاقل هي زيها. فدايما اقول الحمد لله الحمد لله على الصالح والطالح. استنوني وتابعوا الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تنساش تعمل لي متابعه ولايك. السلام عليكم.